مساء السعادة على الغاليين، ومساء الورد على أحلى متابعين. صلوا على النبي خير الأنام، ونوروا الفيديو باللايك يا أحلى زوار. حكايات تاخدكم لعالم الخيال، وتسيب في القلب أجمل سؤال. أهلا بيكم في قناة مملكة ملوكة للقصص الكاملة. يلا قربوا واسمعوا الحكاية، وخدوا نفس عميق مع بداية الرواية. يمكن نضحك شوية، ويمكن نحتار، ويمكن نلاقي في الحكاية ألف سر وألف مشوار. ويلا بقى نبدأ الجزء التاني من روايتنا ونقول بسم الله. بعد يوم طويل في الشغل، حازم وهو قاعد مع آسر صاحبه بيتعشوا، فجأة حازم قام واقف. ايه يا ابني مالك؟ انا نسيت حاجة مهمة جدا، لازم ارجع دلوقتي البيت. خير، نسيت ايه؟ نسيت نورة يا آسر. قال حازم كلمته الأخيرة ومشي. جري حازم بالعربية وافتكر انه قفل الباب زي ما هو متعود، ونساها في الشقة. فتح الباب واتصدم، لقى نورة نايمة على الأرض ومكرمشة في نفسها، وباين وشها كله عياط. نورة، نورة، ايه ده؟ الساعة كام؟ يا خبر، انا ما رحتش باقي الشغل، الست حنان هتموتني. معلش، انا غصب عني قفلت الباب، اصلا انا مش متعود. وانا اعمل ايه دلوقتي؟ انا هضطرد كده. اصبري وكفاية عياط زي الاطفال كده. طلع حازم الفون بتاعه ورن على مامته. الو يا ماما. نعم يا حازم. معاكي رقم الست او المكتب اللي باعت نورة؟ خير، هي عملت ايه؟ لا ما عملتش حاجة، بس من فضلك عايزه. حاضر هبعته، سلام. قفل حازم الفون وبص لنورة، لقاها بتعيط زي الأطفال بالظبط. لقى الشقة نضيفة جدا، بقاله كتير ما شافهاش كده. فاق حازم من تفكيره على رسالة مامته اللي هي الرقم. اتصل حازم بالرقم. مساء الخير، مدام حنان معايا؟ أيوة، مين حضرتك؟ أنا حازم علي مختار. أهلا يا فندم، خير؟ كنت عايز أبلغ حضرتك عن نور. وقبل ما يكمل كلامه قطعته الست حنان. أنا أسفة، أكيد سرقتك ومشيت. أنا عارفة، أنا هبلغ عنها، ما تقلقش. كانت نورة بتسمع كلامه وبتعيط أكتر. بس على فكرة أنا مقلتش كده. أفندم، البنت كويسة جدا، وأنا اللي بتأسف ليها ولحضرتك إني قفلت عليها ونسيتها ومشيت. على العموم هي هتوصلك الصبح، وهيوصلك معاها مبلغ بكل شغلها النهاردة وأكتر كمان. لا مش لازم، احنا نطول رضا حضرتك. لا معلش، غلطي أنا، وهي هتوصلك الصبح، ويا ريت محدش يضايقها تاني. طبعا، ده أكيد. في مشهد تاني في بيت مامة حازم، كلمتي ابنك؟ شفتيه عمل ايه مع الخدامة؟ أكيد ابنك طردها. بطل تتهم فيه، هو ما طردهاش ولا حاجة، هو راح الشغل وقفل عليها. أنا مش مطمئنة. من امتى وانت مطمن ولا بتحس بابنك؟ اهو طفش منك. ربنا يخلينا يوسف ويارا. انا ماشية، انت لا تطاق يا اخي. في مشهد تاني في بيت حازم، هو انت ليه قلت انك هتروحني الصبح؟ علشان الوقت اتأخر، وانت ما ينفعش تمشي لوحدك دلوقتي، وانا بصراحة مهدود، مش هقدر اوصلك، فهتنامي هنا. لا طبعا، مستحيل، ده غلط. ليه؟ هبصلك مثلا؟ ده انت حتى عيلة، واكيد يعني مش هبصلك. انا داخل انام، نامي في المكان اللي يعجبك. في مشهد تاني في صباح يوم جديد الساعة 9 الصبح، قام حازم فتح عينه وافتكر ان نورة بايتة معاه في الشقة. لقى الفطار متحضر. مفيش فايدة فيها، اكيد مشيت. يا ترى مشيت ولا حصل لها ايه؟ في مشهد تاني كانت قاعدة نورة مع صاحبتها سارة. مش عارفة يا سارة، مش عارفة هو طيب ولا شرير ولا ايه بالظبط. بعد اللي انتي قلتيه ده، هو طيب بس غني. ازاي يا سارة؟ طيب بس ما عندوش ولا حلال ولا حرام، ولا غلط ولا صح. انتي شاطرة انك ما بتيش عنده. لا طبعا، هو انا عبيطة ابات عنده؟ بس مش عارفة، عايزة ابعد عن الشقة دي. تبعدي عن الشقة ايه؟
بعد الفلوس اللي بعتها للست حنان دي هتسيبك تبعدي عن الشقة أصلا؟ أنا مش عارفة. المهم انت عملتي ايه مع جوز مامتك؟ كالعادة أخد الفلوس كلها. يا خبر، بس ازاي انت اشتريتي الأكل ده والهدوم؟ من إبراهيم طبعا. أنا يا بنتي الواد ده مش سهل. وماله، هو أنا كان ليا أهل وقلت لأ؟ فكك بقى. في مشهد تاني في بيت الست حنان، روح حمزة لبيتها. هو أنا ينفع أطلب طلب؟ حضرتك تؤمر. أنا عايزها معايا على طول. مش فاهمة. عايزة شغالة عندي على طول وهدفعلك اللي انت عايزاه. أيوة، بس ليه اخترت نورة؟ أنا عندي ناس كتير وأحسن. من فضلك، أنا طلبتها هي لمجرد إنها بنت أمينة ونضيفة وعندها ضمير في شغلها، وليها حرية إنها تبات عندك هنا أو عندي، مش فارق معايا، عادي. تمام، وأكيد يعني مش هنختلف عن المبلغ. أكيد طبعا، المهم رأيها. لا ما تقلقش خالص، هي أكيد موافقة لأنها جت من عندك، سعيدة جدا أنا. طيب الحمد لله، وده عربون أهو مقدم يعني، وعايزها بكرة الصبح. طبعا، نورتنا. نزل حازم وركب عربيته، وهو ماشي في طريقه للشركة سمع الفون بتاعه رن، وكانت مامته. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ بخير الحمد لله. في حاجة؟ هو أنا يا ابني ما ينفعش أكلمك إلا لو في حاجة؟ لا يا أمي، ينفع طبعا. طيب كويس إنك لسه فاكر إني أمك. أكيد فاكر. تعالى يا حازم اتغدى معانا النهاردة يا حبيبي. لا معلش، مش هينفع آجي. يا ابني أرجوك تعالى. حاضر هاجي. قفل مع مامته وهو مخنوق جدا. في مشهد تاني في بيت الست حنان. نعم، حضرتك بعتيلي. يا حبيبتي اقعدي. ايه يا نورة، فينك؟ لا مع حضرتك، خير ان شاء الله. كل خير، الأستاذ حازم عايزك تشتغلي عنده على طول. لا طبعا، أنا مش باخد رأيك، ده أمر، وأي حد أصلا يتمنى ده. هتروحي بكرة الصبح ولا أنتي عارفة أنا هعمل إيه؟ حاضر. حكايتنا النهاردة وصلت للنهاية، لكن لسه باقي أجمل حكاية. لو استمتعتوا سيبوا لايك جميل عشان تشجعونا نقدم لكم كل جديد، واشتركوا معانا وفعلوا الجرس عشان ما يعديش عليكم أي جزء من القصص. استنونا في الجزء التاني، هيكون مليان مفاجآت وأحداث هتخليكم مستنيين كل اللحظات. كنت مع مملكة ملوكة للقصص الكاملة، حكايات تبدأ بحلم وتعيش جوه القلب للأبد. في أمان الله، ومع السلامة يا حبايب قلبي.